مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم وحلقه جديده من ليالي على الهواء مباشره من 7 ل 8. النهارده حلقتنا عن ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب ال11 الذي اقيم في اتيليه القاهره يوم الثلاثاء 12 يوليو ويستمر لمده اسبوعين حتى 28 يوليو. الحقيقه الملتقى بيضم مجموعه كبيره من الفنانين العرب، حوالي 250 لوحه فنيه بتعرض من 17 دوله عربيه مختلفه من مختلف فنون الفن التشكيلي. برحب بضيوفي النهارده في ليالي، برحب بالاستاذ وحيد البلقاسي رئيس جامعه الفنانين العرب. اهلا بيك معنا استاذ وحيد. الفنان التشكيلي الاستاذ احمد بيك معنا استاذ احمد، والفنان ريبه احد المشاركات في الملتقى. اهلا بيك معنا استاذ وحيد. في البدايه ال11 نعم. وده الملتقى ده غير حكومي على الجهود الذاتيه. حضرتك احكي لي عن فكره الملتقى من ال11 دوره. ده كل سنه ولا لا، في السنه بنعمل دورتين. والملتقى الاول بدات الفكره في زياره ليا اصلا لاحدى الدول، وشفت ازاي بيتعاملوا مع الجامعات الخاصه والمجموعات الخاصه، بيجمعوا بعض ومن خلال تبرعاتهم بينهم وبين بعض بيعملوا اللي هم عاوزينه كمجموعة فنية. فبدأت الفكرة في الملتقى الأول، والحقيقة أن الملتقى الأول كان 2012 والإعداد ليه من 2011. 2012 عملناه وكان في 6 قاعات في مصر، 6 قاعات فن تشكيلي، كان منهم ساقية الصاوي، منهم قاعة دروب، قاعة قرطبة، مركز شبابيك، المركز الثقافي اليمني، قاعة دروب كمان. وكان اكتر من 400-500 فنان وحضروا الافتتاح كان ساعتها او ايامها الدكتور شاكر ابو حميد وزير الثقافه. عرضت عليه الفكره في مكتبه، رحب جدا جدا، مش عاوز حاجه، قلت له شكرا مش عاوزين. المهم بدانا في وخصصنا كل صاله لاحدى الوزراء. يعني الدكتور عماد ابو غازي افتتح صاله ساقية الصاوي، الدكتوره ايناس عبد الدايم افتتح قاعة دروب، الدكتور شاكر ابو حميد افتتح قاعة الزوار. هو الملتقى السنه دي او الدوره، وهو برضه اللي افتتح الملتقى الاول وافتتح لنا الملتقى ال11. بتقوم الفكره على جهودنا الذاتيه بيننا وبين بعض دون شرط ولا قيد. احنا مش محتاجين على وزاره الثقافه في حاجه، بالعكس احنا بنساعد العمل الثقافي لإسراء الحركة التشكيلية، وقدرنا ان احنا نسري الحركة التشكيلية. كمان دعم لفكرة حضرتك، فكرة السياحة الفنية. يعني احنا من ضمن الأسس بتاعت جماعة بصمات الفنيين التشكيليين ان احنا ندعم السياحة الفنية من خلال ورش العمل والملتقيات العربية. فما بيحضر فنان عندي بيجي على نفقته الخاصة، بيجي كمان بينزل في فندق بيصرف بالدولار، بيقعد اسبوع 5 ايام زي ما بيصرف، فهو بيدعمنا معنويا. يعني كمان بيدعمنا ماديا انه بيتكفل ده على نفقته الخاصه. كمان قدرنا الحمد لله، ومعانا الفنان احمد والفنانه هبه، قدرنا كمان الفنان احمد بيومي والفنانه هبه عريبه ناخده. يعني انا اتشرفت بالاستاذ احمد معانا منذ البدايه، ويختفي مره، يختفي ملتقى ويرجع، لكن لظروفه الخاصه او ظروف سفره. وايضا هبه نفس الحكايه، شاركتنا 6-7 ملتقيات. الهدف كله حضرتك دعم فكرة السياحة الفنية بعيدا عن المؤسسة الثقافية، وحتى بعيدا عن وزارات السياحة. احنا بندعم الفنانين خلال الملتقيات، وكمان فرصة لتناقل الخبرات بين الأجيال المختلفة. عندي فنان كبير زي الأستاذ أحمد، معاه جنبه فنانة من الجيل الوسط مثلا على سبيل المثال هبة. ففي تناقل خبرات. كمان لما يبقى في الجيل الكبير في تناقل خبرات بين الثلاث. شارك معانا في اكتر من 250 بحوالي 350 عمل فني. كم فنان تقريبا؟ 250 فنان، 250. لكن اكتر من 300 عمل فني. في فنانين مميزين عرضنا لهم 2، وفي فنان جاب عملين لا مانع، يعني فنان ضيف. كمان قدرنا في الملتقى ده، معايا اللجنه العليا، معايا الفنان الكبير مصطفى بط، والفنان الكبير الدكتور محمد خاطر، ومجموعة أخرى من الفنانين العرب. يعني أنا عامل تواصل حتى
في اطار اللجنه العليا المنظمه معايا، من كل بلد عندي فنان معايا. عارف الغامدي من السعوديه بقاله 6 سنين معايا احلام عباس من لبنان، معايا من الجزائر كريمه بن سعد. من كل بلد عندي كومسيير عضو معايا بيساعدني انه يختار مجموعه من الفنانين والفنانات في بلده ويبعتهم لي. كمان كل مره وكل دوره بنقدر نجيب ضيف شرف بنكرمه لجهوده الفنيه وخبراته، بيحضر معانا وبنكرمه احلى تكريم. الملتقى المره دي عملنا اوسكار باسم الفنان، يعني اهدانا جدير بالذكر يعني ان احنا نشكر الفنان محمد بكر الفيومي انه اهدانا تصميم الاوسكار الموجود امام حضرتك، واعطيناه لبعض احنا ما نقدرش نديه لكل الناس مع كل التقدير للناس. هل عليه ختم الملتقى؟ ده موجود طبعا عليه، بس ده مش موجود. عاملين عليه ستيكر ذهبي باسم الملتقى واسم الفنان، فده من تصميم الفنان محمد بكر الفيومي. كمان عملنا ميداليه برونزيه باسم الفنان الدكتور محمد خاطر، وشرفوني ان هم قالوا لي لازم تعمل ميداليه انا على بمناسبه مرور 6 سنوات. حضرتك مؤسس الملتقى من انا مؤسس بصمات الفنانين التشكيليين، معايا كل النخبه الممتازه من يعني الاستاذ احمد لما بيشاركني فهو مؤسس، الاستاذه هبه لما بتشاركني فهي مؤسسه، لان التضافر بيننا وبين بعض. بس الاسم نفسه، اسم الجماعه نفسه جماعه الفنانين التشكيليين العرب. نعم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ انا سميتها في البدايه في 2010 لما جاءت الفكره عندي في كتير قوي، يعني انا ببحث دايما كل فنان زي الاستاذ احمد والاستاذه عريبه والاستاذ كل الفنانين اللي معانا كلهم بيبحث دائما عن بصمه خاصه ليه دون توقيع. يعني انا اتمنى واحلم، انا عمري في الفن مثلا 35 سنه، كنت اتمنى واحلم ان انا لوحتي تتشاف بدون توقيع. نفس الاحساس عند الاستاذ احمد والاستاذه عريبه، ان هو الجمهور يشوف لوحتها ويعرفها بصمات، في بصمه مميزه، في مفردة تشكيلية جميلة، في تكوين فني في اللوحة، هو سمة من سمات الفنان زي الأستاذ أحمد وزي الأستاذة هبة. طيب أستاذ أحمد، يمكن بيمد جسور التواصل الثقافي والفن التشكيلي بالتحديد ما بين الدول العربية. فكرة مشاركة حضرتك في ملتقى زي ده، ملتقى بيضم حوالي أكثر من 17 دولة عربية من مختلف الدول، في أنواع مختلفة من الفن التشكيلي بتقدم. حضرتك أول مرة تشارك ولا شاركت قبل كده؟ لا أنا شاركت أول دورة؟ أعتقد أن أنا فاكر إن أول دورة كنت مع الفنان وحيد القاسي فيها، وكنت مشارك بعمل يمكن في قاعتين مختلفتين وفي مكانين مختلفين. لكن لسؤال حضرتك بقى، حضرتك بتسألي ايه وجه الاستفادة يعني من المشاركة زي دي؟ لا، هو طبعا طبيعة المشاركات بالنسبة لأي فنان عموما هي مهمة جدا، يعني مهم جدا غير تجربة الفنان نفسه في معارضه الشخصية. التجربة الجماعية بالذات غير المحلية، الإقليمية يعني أو العربية أو الدولية، دي في حد ذاتها بتعمل نوع من انواع المنافسه الشريفه، يعني عايزين نقول عليها منافسه، غنى الفني كده، غنى فني، ثراء فني، ثقافي فني، حته المنافسه. لكن في عمليه التثقيف البصري بين الفنانين وبعض، لان كل فنان ما بيعمل لوحه هو عايش في تراث معين وفي الكلور خاص بالبلد اللي هو جاي منها. لما بيتقابل واللوحة بتاعته بتمثل خبرته الفنية وتقنياته، وبتبقى خلاصة يعني لثقافته، بالإضافة إلى الخبرة الفنية بتاعته اللي اكتسبها. لما بتتقابل ثقافات مختلفة من هذا النوع بين الفنانين وبعض في مكان كبير يتجمع أكتر من ثقافة في مكان واحد، يكفي ان كل الفنانين تقف تتفرج بدون الكلام، لان اصلا الموضوع ما بيبقاش محتاج بين الفنانين. لما بيقف قدام اللوحه خلاص هو بيقرا فيها، نادرا لما يسال، لان هي ثقافه بصريه. الثقافه البصريه مجرد الفنان ما بيقف قدام اللوحه او المتذوق المتمكن، في متذوق غني يعني شاف كتير وعارف ومطلع. الفنان التشكيلي مجرد ما بيقف قدام اللوحه بيقرا حاجات، بيزداد خبره وبيحصل نوع من انواع
الفني والثقافه البصريه. ودي الحاجه الثانيه جسر تواصل بعيد عن الحدود، ده موضوع مهم جدا، بجانب طبعا النقطه المهمه اللي قالها الفنان الجميل وحيد البلقاسي والناقد الجميل. الحته المهمه جدا هو التواصل بين الشعوب وبعضها. يعني ممكن يكون في خلاف هنا وخلاف هنا، ولكن الشعوب والفنانين ما فيش بينهم بعض خلاف، في بينهم بعض دايما تواصل ومحبه، وبنبقى عايزين نعلى كلنا، لان الروح السمه الواحده بيننا كلنا كفنانين تشكيليين عرب، ان احنا عايزين نعلى بالمستوى الثقافي البصري للفنون التشكيليه بتاعتنا. طيب هبه او ريبه برضو ملتقى اكتر من كلميني عن مشاركتك من اول دوره. اول ما اتعرض عليكي او اول ما عرفتي ان في ملتقى الفن التشكيلي وده بيضم اكتر من دوله عربيه، في حوالي هيبقى اكتر من 250 او 300 فنان من مختلف الدول العربيه، ومشاركتك بقى كفنانه تشكيليه مصريه، فكرتي في ايه؟ فكرتي تقدمي لوحه شكلها ايه؟ بتعبر عن ايه؟ الحقيقه انا بدات من الدوره الرابعه، طبعا مش مستمره ان انا بشارك في كل دوره، بس اتشرفت بالمشاركه في الدوره دي. شاركت في حوالي 6 دورات حتى الان، وكنت سعيده جدا في الدوره دي. اتكرمت الحقيقه، يعني مش اول مره يعني، واللي قبليها كمان كان ليا الشرف الحقيقه. اتشرفت دايما بتشجيع استاذ وحيد، بالالتقاء مع الاساتذه والاصدقاء الفنانين، دايما بيبقى في تواصل، زي ما قالوا استاذ احمد، في تواصل باستمرار. بالنسبه للمشاركه زي ما قلت لحضرتك، هو مفيش جديد، يعني هو يعني اللي انا شايفاه بالحقيقه مع استاذ وحيد ان في تطور من ملتقى لملتقى. يعني انا شايفه ان الملتقى في الدوره دي كان فيه مميزات كتير جدا. كنت لسه بتكلم مع استاذ وحيد ان احنا محتاجين الملتقى يكون في مكان واسع شويه، عشان ما شاء الله الاقبال والجمهور والحضور. ده يوم الافتتاح الحقيقه انا ما بشوفش معارض كده الحقيقه، ما شاء الله. فاتمنى ان هو ان شاء الله المره الجايه يكون الدوره الجايه يكون في مكان اوسع ان شاء الله. استاذ وحيد، حضرتك بما انك رئيس جماعه بصمات العرب او رئيس الملتقى، ايه اللي حرصت على تقديمه الدوره دي؟ انا حرصت تقديم تيمه المره دي تيمه محدده، بس هي غابت على للملتقى، ان احنا كل ملتقى بنحدد تيمه محدده، فاحنا حددنا مصر في عيون الفنانين العرب. فهي لا انا عملتها ايام الثوره برضو كمان في 2012 برضو عملنا مصر في عيون الفنانين. التيمه بتديني فكره كويسه قوي، ان بجبر الفنان، عفوا من كلمه اجبار، بوجه الفنان فنيا ان انت شايف مصر ازاي. الحقيقه كتير من الفنانين بيلتزموا وكتير فنانين لا يلتزموا. لا يعنيني فكره عدم الالتزام، ما فيش مشكله، لكن هو ممكن يكون شايف مصر في طابلوه، شايف مصر في فازه، شايف مصر، ما فيش مشكله، شايف مصر في الاهرامات، شايف مصر في صوره ام كلثوم، شايف مصر في عبد الوهاب. ففي الحصان العربي، الحصان الاسود، يعني احدى الفنانات شافت مصر حصان اسود يراهن عليه وعملت الاهرامات في الخلفيه. الاستاذ احمد شاف مصر في طابلوه جميل لفتاه جميله صغيره. برضو الاستاذه هبه شافتها في تكوين من تكويناتها الكولاجيه واللزق والحاجات الجميله. فكره انا عاوز اشوف الفنان بيفكر ازاي، في شايف مصر ازاي. حتى كمان بنأكد للملتقى الجاي، انا عامل تيمه الطبليه الشعبيه وبنطرحها في طرحناها على الجمهور. خلاص الملتقى ده انت مجرد انتهى، بنبدأ في غيره. فعامل تيمه للملتقى الطبليه الشعبيه اللي كلنا اتربينا عليها وكلنا عارفينها. فكل فنان يستوحي لي الفكره، اللي مش قادر يجيب طبليه ويرسم عليها ويحفر عليها وينحت عليها او يعمل حاجه يستوحي. حابب اللوحه تكون نعم. وكتير من الفنانين في اوروبا بيعملوا الحكايه دي. جاب الطبليه منين؟ يعني لما اشوف فنان امريكي جايب طبليه وبيرسم عليها، هتغير على فن بلدك. اغير على فن بلدي وموروث فردي. وانا شفت ده، يعني طبليه اشتراها من في احد الدول في فرنسا، شاريها وراسم عليها واتعرضت بالافات. في ايه الحكايه؟ طب دي بتاعتنا يعني. هو اصلا جابها منين؟ ففكره حضرتك التيمه الشعبيه او التيمه المحدده لاي ملتقى دي بتديني توجه للفنانين. ف كل دوره بنعمل لها تيمه محدده
للفنانين يلتفوا حواليها، واللي بيلتزم على راسنا، ما بيلتزمش ما فيش مشكله برضو على راسنا، لان هو ممكن بيستمر الملتقى برضه. لا عادي بيستمر كمان، بس بفنه هو او بفنه يعني. في بعض الفنانين هو بيقدمه، في بعض الفنانين بيقول انا مصري في لوحتي ما فيش مشكله، لا اعتراض، حتى اما بنشوفها بنقول تمشي. طب ما احنا نشوف شاركوا في الملتقى. استاذ احمد، حضرتك شاركوا في عيون مصر ولا حبيت تقدم حاجه خاصه بيك انت؟ لا الحقيقه انا شاركت فعلا بلوحه من دخيل ارض الاحباب، وهي لوحه انا شايفها قريبه جدا هي لوحه اسمها شهرزاد، رمزا للسيده المصريه الجميله يعني، مش اكتر ولا اقل. وفيها بساطه، انا طبعا برسم باسلوب الواقعي اللي هو قريب شويه قريب كتير بين الجمهور العادي يعني. ودي مدرسه من المدارس يعني، زي اغلب المدارس يعني. فالمشاركه كانت بالتابلو ده فتاه مصريه يعني، من بيئه طبيعيه عاديه، ولا هي ثريه ولا هي يعني في طبقه بسيطه قوي، طبقه عاديه يعني، وتكاد تكون من الطبقه الشعبيه شويه يعني، في اطار بسيط وفي شكل بسيط، ومجرد نظرة امل منها من بره الشباك اللي هي قاعده جنبه يعني، فقط يعني. بس ما فكرتش تقدم اكتر من لوحه ولا هي كانت لوحه واحده؟ لا هي الفكره المشاركات بسم الله ما شاء الله كتير، ومشاركه واحده زي 10 على زي فكرة. 10 يعني هي بس الفكره بتختلف من لوحه لوحه. بس يعني انا عندي كتير حاجات بتعبر عن مصر. كتير ارض الاحباب كله بيتكلم عن ارض الاحباب، المقصود بها مصر. فكل الاعمال من منطلق حاجات اوجه مختلفه لمصر. الطفل، الشاب، العامل، الطبقه كادحه، بنت البلد، ست البيت، الفلاحه، يعني هي كلها كانت المعرض كده. وانا اخترت رمز معين، لوحه يعني قريبه يعني للموضوع. شاركت هبه، قدمتي برضو حاجه بتعبر عن مصر؟ عمل انا بشتغل هي الفكره بالابيض واسود، وده شيء طبيعي ان يعني الفنان بيعبر من خلال البيئه واللي عايش فيها والاجواء المحيطه بيه والناس وبشكل عام. فهي كانت الفكره، وكمان انا بستخدم الابيض واسود بالقماش بعض التقنيات. يعني عايزه اقول ان الحياه هي ابيض واسود، ومهما غلب اللون الاسود برضو هتلاقي ان في صفاء وفي نقاء بيعكس من خلال اللون الابيض. مش دايما الحياه بنشوفها بالنظره السوداء يعني. كان العمل كمان مدعم باضاءه. هنا يمكن الاضاءه كان في هدف، هنا الاضاءه دايما بتشد الانتباه وبتلفت النظر، وعايزه بكره احلى يعني. انا بميل دايما للمجال التجريدي، وكان التصميم كله كان عباره عن تكوين بالقماش على معدن. استاذ وحيد، المختلف انواع تصوير، نحت، خزف، وبرضو قدم فن الخط العربي. بيختلف فكر كل فنان تشكيلي عن التاني في التفاصيل او في الخامات او في طريقه الرسم. ده اكيد طبعا. يعني بتقدم اكتر من شكل. ممكن زي هبه كده ما قالت، هبه بترسم على في فنان بينحت، في فنان بيرسم لوحه بالزيت، في بالخزف، مختلف الوان الفنون. ما تمش جمع اكتر من فنان مثلا في لوحه، يعني في لوحه واحده تكون ده ما بينفع. لا يعني ده احنا حضرتك بنتكلم في كل المعارض الدوليه، المجالات الفنون التشكيليه كلها اللي هي رسم، نحت، تصوير، خزف، اعمال فنيه، تكوينات، كل ده موجود. حتى مدارس التصوير نفسها حضرتك بتختلف يعني. الاستاذ احمد راجل كلاسيكي واقعي يحب الصور، معاه جنبيه راجل فنان اخر تجريدي، نفس الحكايه، تجريدي، فكر اخر يعني. لكن وبرضه في تجريدي وتكوينات من النسيج والقماش واضاءه، في شغل في المكان، في تكوين في الفراغ. الهدف مش ان انا اجمع الفنانين في عمل واحد، ده فكره ورشه فنيه يعني، فكره سيمبوزيوم، ورشه فنيه، ان انا اجمعهم على هدف واحد. لكن الهدف هنا هو التيمه الاساسيه. لما بيجتمع فنانين على تيمه، انا انه في اكتر من دوله عربيه او فنان عربي مشارك. نعم.
فهل يجوز انه كل فنان يدي البصمه بتاعته اللي بتعبر عن بيئته بالخامات بتاعته في نعم. لوحه واحده؟ ودي اساسيه في الملتقى كل فنان بجانب اللوحات الخاصه بيه. ما فيش مشاكل، كل فنان بيطرح خاماته بتقنياته اللي هو عاوزها حسب مهاراته وحسب خبراته الفنيه. ما في في الحكايه دي، لان الهدف كله ان انا اجمع فنانين مختلفي التقنيات ومختلف المجالات. في شباب صغير، شباب صغير يشارك معانا. يعني انا عندي فنانين كبار وعندي فنانين صغيرين. الشباب الصغير بيتعرف حتى على التقنيات المختلفة، بيتعرف على الموتيفات والموروث المختلف. حضرتك الازياء الشعبيه المصريه خلاف الازياء الاماراتيه، خلاف الكويتيه، خلاف حتى اللون، الاحساس باللون خلاف العراقي اللبناني. في اختلاف حتى في الاحساس باللون والاحساس بالخامه، وده مهم جدا ان الفنان بيتفرج على فنانين اخرين، تقنيات مختلفه، مجالات مختلفه. ده بيبقى اكثر ثراء للفنان، خاصه الفنانين الشباب والصغيرين واللي لسه قليل الخبرات بالمعارض الجماعيه. هو ده الهدف من فكره المعارض الجماعيه. استاذ احمد، بيصل التشكيلي في بعض الاحيان حسب المدرسه اللي هو بينتمي ليها تصميم فكره معينه تفرض عليه او تكون دي التيمه الرئيسيه لاي مهرجان او اي ملتقى. يعني هو الفنان طبعا لما بيحب يرسم حاجه ضحك الضحكه دي وراها حاجه. ضحكه. سؤال يرد عليه الاستاذ احمد. الله يخلي حضرتك. هو يعني الفنان يعني بيبقى مزاج شويه. كل الفنانين اكيد كل الفنانين كده. بمعنى ايه؟ مش هو اي فنان حرفي. حرفي يعني عنده بس مودي. بس مودي. نعم. بس حرفي في نفس الوقت. يعني عنده الامكانيه ان هو يتتبع فكره معينه ويوظف حرفياته كلها بكل بساطه، حتى لو هو يعني ايه مش مقتنع 100%. يعني بالفكره، يعني شايف انها، بس بيعملها بطريقه يبقى حاببها. يعني مش هيعملها وهو مش حاببها، لا بيعملها بطريقه هو يحبها. هو حاببها بس حسب المود اللي هو فيه. يعني الفنان ممكن لو موده مش حلو بيعمل حاجه حلوه جدا على حق. مش معنى كده ان هو بيبقى قافل ان هو يشتغل او بيبقى رافض فكره الشغل او العمل. لا ما يشتغلش، ما يطلعش. لا ما فيش فنان تشكيلي كان موده او حالته النفسيه ايه بيرفض العمل، الرسم، او بيشتغل بنفس المود ده، بس بيطلع الفكره اللي بتعبر عن احساسه في التوقيت ده. لكن ما بيرفضش العمل او رسم لوحه او اي عمل فني ممكن يقدمه. لا هو مش فقط بيختار يعني بيختار التوقيت المناسب عشان يبدأ، وبيقعد يركز مع نفسه شوية هيدخل على اللوحة من أي مدخل. الموضوع اللي هيختاره هو برضه ذكي الفنان. يعني لو الموضوع مش متخيله او مش هضمه، هو بيصبر ويقعد يخمر الفكرة في دماغه لحد ما بيلاقي المدخل اللي يحبه. وهتلاقيه على طول بيطوع ادواته وحرفياته الشخصيه وملكاته وبيطلع عمل ايا هو الادوات ايه وايا كان الموضوع ايه. الموضوع يعني سواء تجريدي، كولاج، باستل، زيت، كواريل، جواش، اي خامه. يعني حتى نحت او اي حاجه في الفراغ، يعني اي حاجه هيطلع الفنان ما بيغلبش على فكره. يعني اكيد يعني على راي المثل الشعبي بتاعنا، الشاطره تغزل برجله. يعني مش عايز اقول الفنان ما بيغلبش. صحيح. يعني يمكن من الفنانين الجمال الفنان عبد الفتاح البدري يمكن اتزنق مره، فنانين مصر الجمال جدا. صحيح. اتزنق مره وهو كان في اسوان في معرض، وكان المفروض يقدم عمل، وسافر هو واهله وفي مكان في اوضه ما فيش فيها حاجه خالص غير كان معاه قلم حبر وعلبه مناديل كلينكس. عمل لوحات رهيبه، ومش عايز اقول لحضرتك هو يحكي طبعا حاجه زي كده. صحيح. ولوحات لغايه دلوقتي مش قادر يفرط فيه على مناديل من علبه الكلينكس ولا على المنديل؟ على مناديل. على المنديل. وعمل لو الناس هتتجنن عايز تشتري وتدفع ارقام، وكانت مستعده تدفع ارقام رهيبه. عشان كده بقول لحضرتك الفنان ما بيغلبش. صحيح. طبعا اقل الخامات وابسط الخامات ممكن تقدم بالظبط، او تطلع اعمال فنيه قويه. هبه، انت ليكي اكتر من نشاط فني بخلاف الرسم، كلميني بقى عن الانشطه دي. انا الحقيقه نظرا من معرض دولي برضه داخل مصر، بس تبع المجلس العربي للمياه.
وده كان قائم على التوعية والإرشاد عن أهمية المية، كيفية الحفاظ عليها بس من خلال الفن التشكيلي. يعني هي ازاي قضية عبرتي عنها من خلال الفن التشكيلي؟ لا هقول لحضرتك، هي الفكرة برضو كان يعني هو تيمة، ولكن كان مطلق الحرية للفنان التعبير عن القضية وحلولها والمشكلة بخاماته وأسلوبه وتقنياته واتجاهاته المختلفة. في كمان عضوة في جمعية رابطة رسامات الكاريكاتير، برسم كاريكاتير. تخصصي أصلا أشغال فنية في الدراسة، بجانب بحب جدا شغل الأكريليك والزيت. طب كلميني بقى عن رسم الكاريكاتير عشان ده مختلف شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه. رسم رابطة رسامات الكاريكاتير هي رابطة مهتمة جدا بقضايا الفتاة والمرأة بشكل عام. يعني احنا مثلا كل يعني لنا مثلا في السنة معرضين أو 3 بنتناول قضية معينة أو مشكلة معينة وبنعبر عنها. الرابطة كلها بنات واحنا بقالنا حوالي 3 سنين. بقالنا حوالي 3 سنين. هي يمكن هكون مقلة شوية في رسم الكاريكاتير. رسم الكاريكاتير صعب مش سهل، يعني ان الواحد يلاقي فكرة ويعبر عنها كده خصوصا لو هي من غير تعليق، كمان الموضوع بيبقى صعب. فممكن في كل معرض بشارك مثلا بعملين 3، لان اهم حاجة الفكرة. ساخر. اهم حاجة الفكرة جت خلاص يعني. تمام يعني ما شاركتيش في الملتقى بأي حاجة من فن الكاريكاتير؟ لا الحقيقة حريصة جدا ان انا اشارك بتخصصي. انا بحب جدا تخصصي، تخصص الاشغال الفنية والتكوينات واللعب والاضاءة والكلام ده كله. يعني انا حابة كمان، يعني هو زي ما حضرتك يعني احنا حابين ننقل ثقافات مختلفة والوان مختلفة، مجالات مختلفة من الفنون. فكتير جدا بيشارك مثلا بالنحت، مجالات النحت والاكريليك والزيت. فانا حاسه ان في نوع من التميز شويه، يعني انا يعتبر الوحيده تقريبا بشتغل بالخامه دي مع استاذ وحيد، وده انا سعيده بيه يعني. طيب نروح لفاصل نشوف جزء من الملتقى ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا مشاهدينا مرة تانية، عايزين نتكلم عن أبرز التكريمات اللي قدمت هذا العام. الحقيقة أبرز أو هذه الدورة. أمر مين طبعا في وجود الأستاذ أحمد بيومي والأستاذة هبة موجودين. كمان شرفنا طبعا الأستاذ أحمد، كرمناه بالأوسكار، والأستاذة هبة بميدالية، وكرمناها العام الماضي بأوسكار، يعني الملتقى اللي قبل كده يعني. من ابرز المكرمين عندنا حضرتك العرب موجودين في الكتالوج. ممكن نقولهم. اتفضلي يا فندم. اوكي. الفنان قاسم ياسين من الكويت، الفنان المطوع من قطر، الفنان عبد الله نواوي من السعوديه، والفنانه حصه كلا من قطر، الفنانه ام البنين سلاوي من المغرب، الفنانه صوفيا النعيمي من الامارات، صوغية النعيمي من الامارات، الفنانه بدر احمد من لبنان، الفنانة أحلام عباس من لبنان، الفنانة أيسر البياتي من العراق، الفنان الأديب محمد الصمادي من الأردن، الفنان حسين البلداوي من العراق، والفنان الأستاذ الدكتور المعطي الداودي. عندكم فيه مشكلة في الطباعة المغرب، والفنان طال دويك فلسطين. دول أبرز الفنانين العرب مكرمين. بعضهم فطبعا في الحضور بنكرم الضيف ده اكيد، يعني ان احنا نكرمه. كمان عندي مجموعه كبيره ضخمه من الفنانين المصريين، زي الاستاذ احمد، وزي الاستاذ جمال الموجي، وزي بعض الشعراء زي ممدوح المتولي وسعيد شحاته وحميد المصري. كمان بنشكر الدكتور شاكر عبد الحميد لوجوده معانا في الملتقى والافتتاح واستمراره اكتر من 3 ساعات. كمان حضرتك من الامارات مهمه قوي 3 فنانات اللي هي خلود الجبري وصوغية النعيمي ونوال البلوشي. وقطر تاني مرة بتشارك معانا، واصرارهم للحضور في الملتقى حضروا، واهلا وسهلا. كرمنا 2 حفار، احد الحفارين بصفتي انا حفار يعني، فهو اعلم جيدا امكانياته الفنيه، فاحد الفنانين الشباب ومهم جدا في الجرافيك او الحفر على الخشب او اللاينو او الليسوجراف او المينو برينت او المينو تايب. كمان معاه فنانه حصه كده.
وفي بدرة البابا من لبنان، في احلام عباس من لبنان. في كم فنان ملتقى؟ المصريين حوالي 150، الباقي ال 250 عرب. حضر فعلا، ويعني عفوا يعني فكره الاستفاده من حضور هؤلاء هي فكره دعم السياحه الفنيه اللي انا بكررها واقولها من اول يوم بدانا ان انا بدعم السياحه الفنيه من خلال ورش فنيه. عملنا ورش فنيه كمان قبل كده في سيمبوزيوم شرم الشيخ وسيمبوزيوم بلطيم، بيجي الفنان بيتكفل باقامته وتذاكره وبيدعمنا هنا ماديا ومعنويا. ما ده انا كنت عايز اسال فيه عامل مادي، يعني هو الملتقى قائم على الذاتيه، الجهود الذاتيه. احنا ما بنطلبش من حد على الاطلاق، احنا الفنانين نفسهم هم اللي بيدعمونا. يعني هل حضرتك رافض فكره؟ مش رافض، بس ما عندناش حد راعي. وحضرتك هنتكلم اللي موجود ده كتاب مكلف 50,000 طباعه، وده بالجهود الذاتيه. يعني ده عارض في لو هو عباره الكتاب ده اسمه معرض فكري. الجزء الاول في 250 217 فنان عربي من الوطن العربي. كل فنان له 4 لوحات، قراءة تشكيلية، قصيدة شعرية بسيطة، سيرة ذاتية. طبعا الحمد لله اتشرف ان انا اللي عامل الكتاب وشغال في الجزء الثاني. فكرة الدعم، انا ما عنديش دعم من اي رعاة، ولا عندي دعم من اي حد، انما الفنانين انفسهم هم اللي بيدعمونا. ما بنقولش لحد هات حاجة على الاطلاق، انما كل فنان بيدعم بما يستطيع دعمه، يعني بما يستطيع. انا عندي ايجار صالة 4 قاعات، عندي كتالوج، عندي بامفلت، عندي كتالوج ميداليات، عندي اشتراك. تكاليف الشخصية اللي هي لابراز سنة شغالين كده يعني. وعفوا يعني احنا ما بناخدش حاجة من حد غصب عنه، اللي بيشارك بيجي بيشارك بإرادته، وبيدعمنا. في فنانين بيشاركوا معانا، مفيش داعي لذكر اسمائهم، بيدفع الافات مؤلفه بمزاجه. اهلا وسهلا. يقول لي انا هطبع الكتالوج، مالكش دعوه بالكتالوج، انا هتكفل بالكتالوج. واحد تاني يقول لي انا هساهم في الميداليات، فنانه اخرى تقول لي انا هساهم في كذا. بعض الفنانين التكلفه ماديه. التكلفه طبعا الماديه بتتعدى يعني ان الملتقى يتقدم اكتر من مره في السنه. نعم، مرتين الحمد لله. ففكرة الدعم أنا مش محتاج دعم من حد ولا من وزارة الثقافة، إنما نعمل في اتجاه واحد. يعني نحن طب ليه ما دامش ما بين وزارة الثقافة؟ أنا مش معترض على دعمونا منذ 6 سنوات، واعتبرينا حضرتك أنا مؤسسة. حضرتك ليه ما قدمت؟ قلتها مؤسسة ثقافية، مؤسسة بصمات الفنانين التشكيليين العرب. عملت لها بطاقة ضريبية وسجل ضريبي. شكرا وشغال. انا ما طلبت كتير من ناس كتير، ما للاسف الوزراء على تناولهم وتناقلهم من وزير لوزير ما حدش راضي يعني. وفكره انا اصلا مش عاوز الوزاره ولا عاوز، مع احترام والتقدير، احنا فوق راسنا وزاره الثقافه وانشطتها، لكن احنا طول عمرنا، انا شخصيا طول عمري بهرب من الشلاليه. فما زالت وزاره الثقافه منهج الشلاليه منذ 30 سنه يعني. فقطاع الفنون التشكيليه فيه شلاليه، نقابه المجلس الاعلى للثقافه فيه الشلاليه منتشره. مش شلاليه مش على فساد حد ولا بنذم في حد، انما هي شلاليه فنيه. انا بنقع عن نفسي ان انا يقول لي بنقع عن نفسي ان يجي لي حد من الوزاره او يجي لي حد من هنا يقول لي ما تشاركش فلان وشارك فلان، يفرض عليا. ما بفرضش حد. فانا حتى اللجنه اللي معايا الناس افاضل، العمل نفسه هو اللي بيفرض. عمل جميل ما اقدرش اقول له لا، حتى لو الشخص ده يعني عفوا لا ما يكرهنا كمان يعني، او بيحاربنا لا حصر لها انه بس مودي يعني، ممكن يشارك معاك ويطلع تاني يوم يشتمك يعني، وده بيحصل كتير. ففكره الدعم انا مش محتاج دعم، لكن الاساس ان احنا دعمنا هو الفنانين. الفنان العربي بيجي يدعمني ماديا ومعنويا، ما بيدينيش فلوس، انما بينزل في فندق، بيركب تذكره على حسابه، وبينزل في فندق فخم فور سيزون مش عارف ايه الحاجات الفخمه دي، بيصرف فلوس. الفلوس دي رايحه فين؟ رايحه لمصر. ده بمنتهى الامانه. وكمان في اصدقاء كتير بيشتغلوا في الحكايه دي، زي الفنان محمد حميده عنده صاله وعنده جاليري وبيشتغل بنفس المنهج. في قاعه تانية اسمها لمسات برضو عامله ملتقى عربي في شرم الشيخ رائع جدا، وبعض الفنانين اللي معايا مشاركين معاهم. الصعب
بتبقى حضرتك صعوبات ماديه وصعوبات ماديه لكن وصعوبات. ما بتعرقلش فكره لا إقامة ما الملتقى. الحمد لله ما فيش حاجه. الصعوبات بتبقى صعوبات ماديه. ربنا بيكرمنا ببعض الفنانين الرائعين بيتكفل باي حاجه ناقصه. كمان بعض الاصدقاء بيقدروا يساهموا مساهمات حلوه يعني جيده للملتقى النجاح، ولا يطلب شيئا ولا يطلب ذكر اسمه يعني. فده مهم، ده مهم. احنا دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني يكفي عبء الثقافه، لان الثقافه، وزاره الثقافه عشان تعمل حضرتك بينالي او تعمل ترينالي او حتى تعمل معرض قومي، لن تستطيع حتى الان في الظروف الاقتصاديه لن تستطيع انها تدعو فنان وتنزله في فندق فروا تذاكر الطيران وتقيم معرض. وطبعا هيبقى الاساس كله انها تدعو بعض الاصدقاء. هنا هتتدخل فكره الشلاليه المتفشيه في وزاره الثقافه على مدى اكثر من 30 سنه وبمنتهى الامانه يعني. بس طيب عايز اتكلم عن معرض حضرتك ارض الاحباب اللي اقيم في المركز الثقافي الروسي. هو المعرض اتعمل في المركز الثقافي الروسي، وكان زي ما شرحت لحضرتك قبل كده ارض الاحباب هو بالاشاره الى ارض الكنانه مصر. كل لوحات المعرض كده؟ انا دايما تقريبا كان تقريبا حوالي 40 لوحه تقريبا. وخدت دايما انا بركز على الفولكلور المصري المتنوع. احنا عندنا ثراء طبعا زي ما حضرتك عارفه في الفولكلور والعادات والتقاليد مختلفه. عندنا ثراء وعندنا جنوب وعندنا الشمال وعندنا يعني اسماعيليه حاجه، في السويس هتلاقي ثقافه، في الحياه الشعبيه، في الفلاحين، في حلايب، في شلاتين، في النوبه. كل الاماكن كل مكان هتلاقي له جماله له الفولكلور الخاص بتاعه. فانا الحقيقه غطيت على قد ما اقدر شرايح مختلفه من الاماكن دي. وانا دايما بعمل كل كده، دايما في كل معارضي بعمل الموضوع ده. اضفت حاجه ظريفه جدا السنه دي، ان انا كرمت 2 من رموز وقامات مهمه بالنسبه لنا كمصريين. احدهم الفنان الملحن الكبير حلمي بكر، الاستاذ حلمي بكر، وعملت له بورتريه شخصي ليه. وكرمت برضو مستشاره روسيه اسمها فاليريا كيربيتشنكو، هي والده سعاده السفير الروسي. الحقيقه هي رحلت عن عالمنا يمكن اغسطس الماضي. كانت صديقه شخصيه لنجيب محفوظ، ثقافة قوي جدا بين لنقل الثقافة والتراجم الكتير بين من مصر للروسي يعني. وحضر سعادة السفير الروسي، ويمكن أول مرة يحضر معرض شخصي لفنان سواء مصري أو روسي، يعني أول مرة يحضر افتتاح معرض. بس لأن الموضوع كان قريب جدا إليه يعني، فهو يعني وأنا سعدت جدا وجه. ده كان اخر معرض لحضرتك؟ ده كان اخر معرض. والحقيقه انا هعيد المعرض تاني السنه دي ان شاء الله، لان هو برضو كان له وقت وكان ضيق قوي. وهضيف عليه ده كان السنه اللي فاتت؟ لا ده كان السنه دي، في اول السنه دي. يعني كان 28 في كان في المركز الثقافي. ايه ابرز اللوحات فيها عن مصر فعلا؟ وكان مجموعه كانت فكرتها ايه؟ على حاجه يعني انا في حاجات معينه بحب دايما اظهرها انا طبعا بحب البورتريه جدا. البورتريه بالنسبه لي فاكهه، يعني فاكهه الرسم ان انا اقعد ارسم بورتريه. اكتر حاجه مميزه جدا السنه دي في المعرض كانت الاطفال. يعني رسمت اطفال، المعرض يمكن ربعه او ثلثه تقريبا اطفال مرسومه في معاصرين. انا بحب ارسم فن معاصر، ما بحبش ارسم حاجه من عهود سابقه. لا انا بحب يعني انا بنزل اتمشى كده وتعجبني لقطه اقوم مصورها وعامل لها سكتش. ودايما الطفل بيستهويني، لان الطفل الحقيقه الانطباعات اللي في وشه جميله جدا وبتقول حاجات كتير من البراءه التعبيريه اللي بتطلع من عينيه. وانا دايما بحب اعمل نوع من انواع التفاعل الوجداني بين المتلقي وبين العمل اللي انا رسمه، بالذات لما في الشخوص او لما يبقى في حركه في المكان او مكان صامت بس في نوع من انواع الحركه. التفاعل الوجداني ده مهم جدا بين عشان يقرب
المتلقي لفكره العمل ويوصله بسرعه، يبقى في حس في الموضوع، ما يبقاش اللوحه جامده صلبه، لا يبقى في نوع من انواع التفاعل النفسي والوجداني. كمان انا بحب قوي البحر والنيل، يعني انا بحب الصيد جدا اساسا، يعني غاوي صيد بحر ونيل يعني، وبتستهويني دايما ما فيش معرض لازم احط فيه الصيادين بتوع النيل او البحر. بعشق الانعكاسات بتاعه الميه على النيل الحقيقه، وبحب ممكن اقعد لوحه كامله ممكن اديها انعكاسات الميه اللي على النيل او البحر عموما. كذلك انا ممكن تستهويني منظر في دراما مثلا معينه اتعملت لتاريخ تمثيلي او درامي قديم، ممكن تستهويني لقطه فانا ممكن ارسمها لمجرد انها عجبتني. وانا على فكره من ضمن المعرض كان في فنانه غاده نافع عندها صوره كانت لابسه زي فلاحه، وكان الانطباع الجميل بتاعها انطباع الفلاحه مكسوره الجناح اللي مش عارفه تعمل ايه وطيبه، يعني فاهم قصدي حضرتك؟ في تركيبه كده للحاله المصريه، للست المصريه او الطفل او الرجل المصري او العامل، في لحظه من اللحظات بتوصل لك الشخصيه في ثانيه. الثانيه دي بتبقى مركزه قوي فيها حاجات كتير قوي، فانا بحب القط الاحساس ده، او الثانيه دي احب اصورها او ارسمها. دي بالنسبه لي بتبقى جميله قوي. كمان انا برضو فنان زي الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، انا عملت له بورتريه من اوبريه الوطن العربي، في لقطه جميله جدا كنت عجباني جدا، والحقيقه تعبت لغايه ما قدرت اعملها، انها ما لقيتش اصول يعني عشان اقدر ارسم. انا طبعا بحب ام كلثوم، بحب عبد الوهاب، بحب نجاة، بحب محمد رشدي، محمد قنديل، كل الناس دي المزاج ودول الخلفيه بتاعتي وانا قاعد شغال برسم. ما يجيليش حاله طربيه ان انا اقعد ارسم بشكل طربي الا لما اسمع طرب اصيل. ومنهم عبد الوهاب، وانا رسمت الحقيقه برضو بورتريهين لام كلثوم والفنان عبد الوهاب الله يرحمه. هبه كلميني عن بقى اللي انت اتكرمتيها. قبل كده جايزه برضه ميداليه كانت استاذ جايزه عبد الوهاب مطوع، دكتور عبد الوهاب مطوع، واوسكار الدوره السابقه. ارجع استاذ وحيد، وهبه يمكن من شويه كلمتنا عن رسمها للكاريكاتير، ليه حضرتك ما طلبتش مشاركتها؟ لا هي فكره هبه طرحتها ان احنا ممكن نعمل ملتقى كامل، بالعكس ده هيبقى ظريف خفيف التكلفه كمان. الفنان ممكن يعمل لي الكاريكاتير في ورقه ويبعتها لي حتى لو من الدول العربيه. فممكن ان شاء الله فكره جميله طرحتها هيبقى ان احنا نعمل ملتقى للكاريكاتير فقط العربي كاملا. فدي فكره سهله وكمان سهله التعامل معاها، ان زي ما بقول لحضرتك انها تبقى ورقه يبعتها لي الفنان. هل في هتفرض او هتبقى شرط اساسي لهذا الملتقى؟ لا هو في نوعين. انا برضو ليه انا عملت كتاب كاريكاتير في التسعينات وغاوي كاريكاتير برضو، بس ما حبيتش الكاريكاتير قوي. ليه؟ لان في نوعين من الكاريكاتير في منتهى الخطوره. في كاريكاتير اجتماعي، الكاريكاتير الاجتماعي عمره قصير، الكاريكاتير السياسي عمره اقصر. لا الاثنين دول لو انا امتهنتهم لابد ان انا اكون شغال في نافذه، يعني لازم اكون شغال في جريده، لازم اكون شغال، او دلوقتي المجال اتفتح ان انا انشرها على الميديا والفيسبوك. لكن دايما الكاريكاتير قالها لي زمان الاستاذ مصطفى حسين يرحمه لما بعرض عليه شغل في الثمانينات، لا خليك في الكاريكاتير اللي هو بدون تعليق، بدون تعليق يعني بس بيكون ما انت بتطرح فكره يعني في زي القضيه الفلسطينيه قدامنا كام سنه على ما تنحل الله اعلم. ففكره ان انا لما اتناول القضيه السياسيه، القضيه مثلا زي القضيه الفلسطينيه دي زمنيا تعيش عمرها اطول، بعكس اما تناول قصه مثلا اجتماعيه زي الخلع او زي ارتفاع الاسعار او زي زحمه المواصلات او زي دي حاجات مؤقته حضرتك يعني لابد لها من تمشي فيها. والكلام ده يعني برضو من الحاجات اللي انا خدت حوالي 2-3 من عمري غاوي كاريكاتير، فلفيت على كل رسام الكاريكاتير في الثمانينات زمان، الاستاذ جورج والاستاذ مصطفى حسين الله يرحمه والاستاذ جمعه، وكمان في استاذ كان في جريده الاهالي وحاكم. لكن من اقدر من الناس اللي انا اعشقهم ويعني بقول لهبه اللي هو الكاريكاتير بدون تعليق،
لغه بليغه جدا، وعمرها اطول زي العمل الفني بالظبط. لما حاكم مثلا يعمل بيبقى فيها احيانا نوع من طبعا لما حاكم الحاكم عباره عن شفره موس قاعد على كرسي، والحرس بتاعه كلهم رؤوسهم متقطعه، شكرا. فالرسم الكاريكاتيري هنا بليغ الصوره، وعمره اطول، لان الحكام مستمرون، يعني الحاكم مستمر والشعوب مستمره يعني. ففكره الحاكم لما يقعد على كرسي، هو عامل الموس الحلاق القديم رسمه قاعد على كرسي وكاتب عليه رئيس الجمهوريه او الحاكم، والعساكر حتى الحرس مقطع رقبتهم بيه. ففكره رسم بدون تعليق ده مهم، ده مهم في الكاريكاتير اللي يعيش. عشان كده نلاقي حاكم عبقري وله قيمه. برضو جورج البهجوري عبقري، زمان صلاح جاهين حدوته جميله. لكن الاساتذه الموجودين في الكاريكاتير موجودين بقيمتهم لوجود النافذه، يعني الاستاذ مثلا مصطفى حسين الله يرحمه، وحتى حاليا حتى عمرو فهمي امتداد الجميل الرائع مصطفى حسين، بيتواكب مع العصر، تواكب مع الاحداث، لانه ملتزم بجريده، ملتزم، لكن في الناحيه الفنيه بيعمل لي حاجات ذات قيمه ودلاله. فهو اقتراح جميل من نبحثه. يعني نقول كده، نقدر نقول ان الملتقى اللي جاي هيكون خاص فني كاريكاتير. لا، الملتقى اللي جاي احنا حددناه هو استلهام لفكره الطبليه الشعبيه، هي ان شاء الله القادم. الغيره الوطنيه ظهرت بقى. انا لازم ده جميل جدا. لازم كلنا تربينا، حتى في مثل شعبي بيقول انا متربي على طبليه ابويا، فهو مش صوره ولا مثل شعبي، لكن كلنا كلنا من انا فلاح، طبيعتي فلاح من مدينه بيلا الشيخ، كلنا تربينا على الطبليه، وكلنا ذاكرنا، انا اكبر سنا من الجميع يعني، فكلنا ذاكرنا على الطبليه، وكلنا شفنا الطبليه. طب ليه؟ اذا كانت هي قيمه فنيه اصلا في حد ذاتها، ليه ما وفي فنانين مصريين كمان عملوا لوحتين ثلاثه منها، يعني ذكرتني الاستاذه هبه مين، دكتور لا رضا عبد السلام، دكتور رضا عمل طبليتين ثلاثه كده في احد المعارض، هي اللي ذكرتني، انا ما شفتهاش الحدث ده بصراحه. فاحنا احنا بنستلهم الطبليه، اعملها تكوين فني من نحت مدرج، اعملها حفر كحفار واحفر عليها، جميل، فكره جميله، اعملها معلقه، اعملها اشغال فنيه، اعملها كل ما تربو. كمان اللي مش حابب يستعمل او صعب عليه النقل طبليه من السعوديه الخليج الامارات الحتت ديت، فبسهوله خالص يستلهم فكره الموضوع في طابلوه فني يعبر عن القصه. احنا كده اخذنا خبر مهم جدا، وممكن في خبر تاني في 7/9 القادم في سمبوزيوم بصمات البحر الاحمر العربي الافريقي، ده جهزته وان شاء الله وقعت مع رائحه رجال الاعمال المعروفين في شرم الشيخ عند قريه سياحيه، وتم الاعداد ليه، هيبقى في 7/9 ان شاء الله، عباره عن ورشه عمل دوليه. كلنا دايما بنبحث، كلنا دايما نسمع عن فكره دول حوض البحر المتوسط، فاقترحت على الاستاذ المهندس مجدي العداسي، طب ليه ما نعملش دول حوض البحر الاحمر العربي الافريقي، عشان كده سميناه سمبوزيوم بصمات البحر العربي البحر الاحمر العربي الافريقي، على اساس ندعو بعض الدول الافريقيه للمشاركه. مبروك مبدئيا. النهارده ليالي الفنانه هبه قريبه، بشكرك يا هبه، وبنقول لك مبروك على مشاركتك وعلى التكريم. الفنان احمد بيومي بنشكرك وبنقول لحضرتك مبروك على التكريم وعلى مشاركتنا الفنان التشكيل استاذ وحيد بالقاسم، وبنجد على افكار هذه الملتقيات والمؤسسات الغير حكوميه اللي بتحاول تقدم وتدعم دايما الفن التشكيلي، وتقدم فكره التواصل الثقافي والفني ما بيننا وما بين الدول العربيه المختلفه. نشكر حضرتك للدعم الكبير الاعلامي. اشكرك. مشاهدينا، خلصت حلقتنا من ليالي وحلقه جديده.